بك عندنا نورتينا كما شكرا قلتي ما جيتيش شكرا. بيدك فارغين. اليوم جيتي لنا باخر اصدار لك نعم واللي نعم. صادف الاحتفال بيوم الفنان. الفنان. قبل كل شيء راح طبعا نتقدم من كل فنانين. هي العائله تاعي عندي عائله صغيره، دائما نقول العائله الكبيره اللي هي الفنانين اللي فوت تقدري تقولي نصف عمري ومعاهم وكبرت معاهم وتعلمنا يعني كل فنقول لهم يعني كاع لي زار كونفوندو، كاع ماشي برك الغناء ولا التمثيل، ولا نقول لهم كل عام وهما بخير، كل عام والفنان في احسن يعني حله وفي احسن حال. وانا نشوف باللي الحمد لله يعني رانا من الحسن للاحسن يعني وضعيه الفنان الحمد لله يعني كاين بزاف تغييرات السنوات هذه الاخيره يعني بفضل الكل القائمين يعني من كبير في الدوله الى وزاره الثقافه اللي قايمه يعني هذه ماش راهي حقيقه. وهذه هي واش يزيد يطلب فنان انه يكون كما قال تكون فيه بريزون شارج تاعو مليحه. وطبعا حنا دائما نطالب بالمزيد لانه الفنان دائما يكون شويه مفشش مقارنه فيطالب انه وحساس. صدقيني هذا هو اللي يعني يكون من العشم. يقول لك العاتب دائما يكون العشم انه يحب انه وضعيته دائما تكون احسن، لانه عنده هذاك الكوتي سنسيبل اللي دائما ما يحبش يكون كما نقولوا عال على الاخرين، فيكون يحب المهنه تاعو هي اللي تمد له كلش. والحمد لله رانا نشوفوا فيه تحسن وهذا واش نطلبوا. الحمد لله يا رب. وهذه هي الحمد لله. والجمهور دائما واش يطلب صراحه؟ يطلب جديد عاده. يحب فنان دائما ينتظر جديد. الشيء الجميل فيك ناديه انه فيه كثير من الفنانات خاصه بعد مسيره تكون طويله كاين نقولش ربما يكرهوا، لكن خلاص تقول لك انا درت مسيره كبيره وعندي البومات واغاني معروفه والناس تحبني، ما يجتهدوش انهم يقدموا جديد. لكن انت ما شاء الله عليك يعني مازالك تقدمي وشفنا حاجه جديده يعني. صح في بعض الأحيان تتعبي تقولي إنه ممكن انك تخرجي من الباب الواسع، لانه كاين دوك الله يبارك كاين غلاف كاين مشعل يعني كاين اصوات جايه والحمد لله خاصه في الطابع القبائلي. لكن يبقى احنا يطالبونا لانني نشوف فهمتي كي تكوني في لي ريزو ولا تكوني في عبر الصفحات التواصل الاجتماعي الناس يطالبوك يا بالقديم. انا بزاف يحبوا بزاف القديم ديالي، لكن يبقى انه يطالبوا بجديد، يطالبوا مثلا بحفلات في الجزائر وان شاء الله راح تكون. انا لانه نخدم بزاف انا في الاونه الاخيره في فرنسا ونخدموا بزاف مع الجاليه الجزائريه. وجديد لازم يعني بغض النظر تاخذي يعني سنين هكذا ولا عندك فترات تاع تقاعس وتكوني شويه كارهه، لكن يبقى انه الجديد ولا لي فان تاعك يطالبوك انه تكوني حاضره. فهذا هو اخر اصدار تاعي قمت مع شركه سيروكو يعني اللي نشكرها، هو اللي كان قدم لي الدعم ودار لي خدا اون شارج الاغنيه والكليب ايتو. فان شاء الله يعني حاجه متواضعه هكذا قدمناها. فهو دائما نبقى في الطابع الاجتماعي وكما قلتي الغيتميك القبائلي نعرفوه ان شاء الله تعجبهم وتكون عند حسن. اذا هم خرجت بمناسبه يناير اللي فات فان شاء الله تكون عند حسن ظنهم. هذا لا كانت رائعه ما شاء الله. صح فيها تحسي لا يعني كان جيتوا الكلمات يعني هي الكلمات تحكي على الناس ماشي المهمشه، لكن انه دائما عندها نقولوا احنا بالجزائريه التابعه، انه عندك دائما الناس اللي وراك في نجاحك ويديروا لك كما نقولوا هذاك العراقيل وكامل. فتقولي انت ما عملتي والو، لماذا كل هذا الحقد، لماذا كل هذا الغيره؟ فخلوا الناس كما قال اللي يحب يشتغل، خلوا الناس تخدم وكما نقولوا دعموا الناجح وما تكسروش مقاديف تاع الناجح. والفاشل هو اللي نورمالمون من كما نقولوا نتبعوه ماشي الناجح. فهذه كل الكلمات كنت جمعناها في هذه الاغنيه. جوستومون فنانتنا ندير عبالك انت دوكا من الفنانين اللي حققوا نجاح كبير في السنوات اللي فاتت من خلال يعني مسيره متواضعه. لا بسم الله ما شاء الله عليك. الحمد لله شكرا. بهذاك الوقت ما كانش يوتيوب ما كانش لي ريزو وكانت فيه نجاحات في بلي سينجل تاعك. اليوم هل معايير النجاح تبدلت ولينا نقيموا الاعمال الفنيه بمعايير اخرى؟ لانه في وقت كنت بين الله ربي درتي نجاح صح ومازالها هي بالرغم انه عملت اغاني كثيره، ولكن بالرغم انه درت اغاني كثيره وجميله يعني لكن يبقى طبعا الجمهور
عندما يعلق يعني يبقى راسخ في ذهنه هذيك الاغنيه، بقات هي حتى في التواصل الاجتماعي دوكا كانه ناديه بارود ما غنات كاميليا، ما غنات ميليسا، ما غنيت اندا ثلاثه جزائر، غنيت مواضيع، لكن بقاو في لاربي اللي هي كانت سي فريك في هذاك الوقت في 2007. شوف من 2007 لهنا حتى الجيل تاع درك يعني اللي ما الصغار يعني اللي جايه والشباب متعلقين بهذه الاغنيه. يبقى نقدر نقولوا تكوني رهينه ثاني ان سوكسي، هذا هو صعيب لانه كي تجي تكوني تلحقتي الاغنيه ومن بعد حتى اللي كنت تعملي تبقاي انه خلاص يعرفوك بعدو بون شيء ماناش نقولوا ماناش ضد الحمد لله. انا نشوف اللي يهمني انه الناس تذكرك بالخير، تذكر مسيرتك وانه كانت مسيره كما نقولوا رضات الجميع ورديت نفسي قبل كل شيء لانه درت حاجه اللي حبيتها انا في بداياتي. وهذه هي درت حاجه اللي حبيتها وقدمتها بكل صدق وبالك وصلت للجمهور، وهذا اهم شيء بالنسبه لي. ومن بعد ما نحوج دوك لقاك تقول لي على المعايير يعني نرجع انا والله ما ناخذهاش كاع بعين الاعتبار. شوف ماهيش نقول ما دخلتش فيها لكن ما ناخذهاش كهوس ليا انه لازم ننتشر وندير مشاهدات، ما عنديش. لانه نقول انا كما تقول انت اللي عملت الازم عملته في وقت فمع كما يقولوا بالفرنسيه جي ريان ابروفي ميتنون، يعني ما عنديش حاجه واش راح نمد اكثر. فدوك اللي راني نمدو دوك ممكن يد العون لهاد الناس اللي جايه، ممكن دوك راهم يشوفونا قدوه، ممكن يعني نقول كاين ناس بات لي تحب لي حتى كيما انا قلت لي قبلي واحتكيت بهم وكانوا اسامي كبيره. كان عندي الحظ انه كانت عندي هذيك لا شونس نكون مع الكبار، يعني بدايه كمال حمادي، مزيان رشيد، يعني تلاقيت كبار الملحنين والفنانين، عمر عزوز، كاين بزاف واللي على راسهم اللي دار لي الاغاني فريد كزيم الله يرحمه. فاحنا احتكينا كذلك يعني المطربين اللي كانوا فاتوني فرفدنا عليهم واحتكينا بهم وعملنا هم عطاونا نصائح. ذكرتي بزاف اسماء رجاليه تقريبا كلها اسماء رجاليه. اكيد تهضري في التلحين. لا نتكلم على الغناء. الغناء طبعا انا الليدر تاعي. لا حبيت نقول لك لانه في السنوات الماضيه كان اسماء نسائيه في الاغنيه القبائليه كانوا معروفين. كنت انت اكيد تهضري في التسعينات. احنا نتكلموا على بوشافه طبعا اسماء اللي كانوا باينين ومعروفين في كل الجزائر كما قال صلاح بلا انتشار ما كانش اساسا. اليوم كاين شباب اننا نشوفوا شباب عبر المواقع لكن مازال ما صبناش هذيك الفنانه ولا اللي تولي هي كما نقولوا سفيره ربما الاغنيه القبائليه في جيلها. وشنو هو السبب؟ من بعدكم ما كانش لانه الكثره اولا، لانه انا في وقتي كذلك ممكن انا نكون صريحه. انا في وقتي كانت وقت تشوفي يعني شفتي العشريه السوداء، فكانت الاصوات الجميله كاع غادرت من الجزائر. انا كان عندي الحظ كما نقولوا كريمه نذكرها بالخير نوجه لها تحيه، مسا بوشافه كما قلتي، ورديه عيساوي، هذه الاصوات، حسيبه عمروش. بقينا القله هنا، بقينا القله في الجزائر اللي كنا كملنا الاغنيه وكان يعني كان كما نقولوا صمود وتحدي انك تبقاي في الميدان وماشي سهل. علاش يعني حتى نولوا اليوم الفنان اللي عرفنا انه سميت يعني حدد لانه كان فيه شهيد، اعطينا شهداء من الفنانين علي معاشي. الفنان ماهوش هكذا برك اعتباطي يجي وخلاص يغني. فدوك الفتره هذه راهي فيها الكثره، ما نكذبوش، يعني فيه كثره الاصوات الجميله، لكن طبعا مازال ما صابتش طريقها. ممكن قلتها مم حتى في اتصال معكم مع شروق، قلت الدرك يبقى على هذو الجدد اللي عندهم اصوات جميله، وهذا ما نفيوهاش لانني نسمع دي ميرفي في لي فوا. شوفي صغاره في البدايه سواء في القبايلي سواء في حاجه واحده اخرى يعني الطبوع الاخرى، لكن يبقى انه هذه هي اللي يرشدهم واللي يديروا اغاني خاصه بهم. لانه انت وقتاش رحت يعني خلاص تعتمدي حتى في اي دوله عربيه ولا في عالم لازم تكون اغنيه خاصه بك لانه حتى اذا عاودتي قعدتي تعاودي تبقى انه وشكون هذاك اللي عاود الاغاني. لكن يبقى انه درك ان شاء الله احتكوا بالملحنين، روحوا انتم صغار احتكوا اتصلوا بهم، لانه هذوك صح
كاين صعوبه الالتقاء بهذا لانه دوك كبروا كذلك الملحنين. ممكن كاين شباب احتكوا بهذا لا جينيراسيون راهي تكتب وتلحن، ممكن تصيب اغاني جميله، قال لك تجد في النهر ما لا تجد في البحر، فيبقى هذه هي اللي خاصتهم. والدنيا انه هذه النجوم ربما الصاعده ولا هذه الوجوه الجديده تتبع ربما الجانب الربحي والتجاري اكثر من هذه ثاني نتفهمها، هذه ثاني صدقني نتفهمها، لانه شوف شباب ومرت علينا انه بالرغم انه قلت لك حنا كانت عندنا هذا الحظ ولا شونس لاقينا بهذوك وكان ما كانتش صعوبه التواصل معاهم. هاد لي جون سي نورمال نتابع انه لازم يدير شفت، لانه رانا في وقت تاع مظاهر وكامل يجريوا انه يكتسبوا الربح باش يدير يعني كاع التاويل كما يقولوا احنا بالجزائريه. لكن ما تنساش اذا حبيت هذا الميدان وحاب باش اسمك يعني يرسخ كفنان يعني في الساحه الفنيه، وانك فلازم من بعد لازم يلتفت انه يشتغل على روحه، هذا اهم شيء. يشتغل، يتلاقى بملحنين يكتبوا له يلحنوا له، يدير حاجه خاصه به واللي يحس بها هو، لانه سي بيان بو تعاود الاغاني كوفر يعني شوف غير اعاده حتى في الاغاني كانه ما عندنا غير اغاني، يعني حاجه شابه انه تعاود تفكر الاجيال هذه بالاغاني القديمه، لكن يبقى انه لازم تكون عندك شخصيتك، وهذا اللي النصيحه اللي نقدمها لهم اذا كان يسمحوا لي. لكن هما اسامي كبيره ما شاء الله، عندنا واحد الاصوات راني نسمع فيها نبقى من مثلا مش هي الاصوات ربما اللي والله ما تحضرنيش الاسامي بصح مثلا عندنا في القبائل كاين دي جون ادراس، كاين يعني يسمحوا له الاخرين، كاين واحد هكا بنات كانوا عجبوني بنات بصح ما تحضرنيش، ياسمين نسرين كاين واحد الاسامي منال على ما اعتقد عجبوني واحد لي فوا في الكابيل خاصه. واش يحتاجوا اليوم هاد الشباب؟ هذه انه تاخذهم يجيو هاد واذا ما جاش انت لازم تسعى كما كنا احنا نديروا احنا لازم لانه اذا تحب هذه الحاجه لازم سي كوم ان ترافاي، كي نحبوه مهنه تحبيها تمتهنيها لازم تسعي، لازم تتعبي باش توصلي وفنان نحبوه نشوفوه على المسرح فنانتنا نادية بارود ان شاء الله. ان شاء الله مواعيد ان شاء الله احنا نتمناو والله. غير في الجزائر كان في الصيف اللي فات يعني كان موعد باش مع الكازيف ما قدرتش للاسف نكون، يعني مانيش نقول زعما ما اتصلوش بيا ولا يعني في الاونه الاخيره بديت انا صح تقليل هنا لانه ركزت شويه في مع الجاليه اللي يسحقونا اكثر، لكن اكيد انه شفت بزاف راهم يطالبوني يعني بحفلات هنايا في الجزائر ان شاء الله. واش نتمنى، لست انا يعني صاحبه القرار في هذا، ان شاء الله تكون فيه، وانا دعوه نتقبلها بكل وناس الغربه كيفاش تكون لومبيونس معاهم مع ناس الغربه؟ والله رائعه دائما تشوفي هذاك كيفاش نقولوا الخليط المزيج تاع الحنين بكاء فرح، النوطات الاولى برك تاع الموسيقى تاع الجزائريه تخليك شوفي يدخلوا في واحد الحاله نفسيه ما نقدرش نحكي، خاصه الناس اللي ما تقدرش تجي ومعذوره منه تهبط سنين وسنين. فالحمد لله انه كاين دوكا كما قال احنا رانا متواجدين، وكاين بزاف فنانين متواجدين في الخارج اللي يلبيوا هذوك دعوات يديروا الحفلات. في تكاتف بين الفنانين في الخارج يعني الحمد لله لا نتلاقى الحمد لله. يعني انا يعني من البدايه علاش قلت لك الحمد لله الكل لازم تكوني يعني ماشي على قضيه مسالمه. اذا واش راح تربحي في الدنيا اذا كان الفنان يدخل بزاف في صراعات، في عداوه في الصراعات هذه واش راح ندي منها؟ انتم جيلكم كنتوا هكذا كامل ديجا كي هضرت لك على اللي كانوا معاك هذاك الوقت، اللي كانوا في هذاك الوقت تقول كانوا في منافسه، لكن انتم ما شاء الله ولا اروع كي نتلاقاو كلنا باللحظه الحمد لله. منافسه ممكن نقولوا شريفه اذا كانت منافسه اكيد نروح نقصدك. اول ما غنيت كانت كريمه يعني، وكي تلاقيتها كان ما نصورلكش الفرحه تاعي وهي كذلك. فحابين نديروا هذه مع هاد لا غولافيت، وحنايا كما قال مع افيك بليزير مع بكل سرور يعني. النيه الطيبه والحسنه هذه هي لانه هذا هو الفنان اول شيء هو شخصيه. هذه هي الفنان قبل ما يكون يغني ولا يمثل ولا تكون طيبته واخلاقه وشخصيته هي اللي تميز. لانه في الطبيعه كي يتلاقاو بين الناس صدقيني دوكا مع لي ريزو والتواصل ما يرحموش. صحيح فهمتي، ما كان انتقادات وكاين
لازم يكون فيه هذا كلش صفات طيبه. الجانب الانساني ثاني والجانب الانساني مهم جدا في الفنان. انت من بين الفنانين اللي بقاو محافظين على طابعهم، يعني ما من نهار بداو المشوار تاعهم بقاو محافظين على طابعهم. هل زعما ممكن انه في يوم من الايام نسمعوا في حاجه اخرى؟ شوف راح دير لك كيما ولادي بناتي دوكا راهم يعني شابات وكاع ربي يحفظهم. وما ما علاش ما تغني زعما جوغ شوف انا يا دوك لي نومتو مبرونشي. لا العاصمه انا خدمته العاصمه اكيد نحبه، وتروحي للصفحه تاعي سواء في اليوتيوب ولا عندي اغاني عاصميه ونخدم كاع الطبوع في الاعراس يعني، لانه انا كما نقولوا زايده في العاصمه لكن نبقى طبعا امازيغيه قبائليه الاصل، نحب كل الطبوع الجزائريه، لكن كاين طبوع ما نقدرش ندنها احترام انه ما نقدرش ماشي متمكنه منها، وزعما يقول لك يا ماما علاش ما ديريش؟ كل واحد عنده مجاله، كل واحد عنده كما قال سنه، واحد ما تقدرش تشوفني مثلا دو كان نغني الراب ما تخرجش عليا، فهمتني؟ رغم انه نحبه وحاجه اللي نتبعها، لكن نقول لبناتي علاش ما ديريش حاجه مودرن؟ ممكن حاجه هكذا عصريه ولا لكن تبقى ما نخرجش على الشخصيه تاعي، لانه اذا خرج على الشخصيه يعني لي فان ولا الجمهور راح يقول ربما كديو ولا كديو، لكن حتى طبع الاغنيه بحد ذاتها لازم توالم مع شخصيتي، ما توالمش. شوفي لو كان تجيب لي ما على باليش واش تجيب لي، فهمتيني؟ ممكن ندخل دوك انا بصوتي ممكن نغني لك اي اغنيه لي، لكن يبقى اللي تتوالم مع شخصيتي. انا نقول ما نقدرش اكيد شخصيتي ما راحش نقدر نغني لك حاجه اللي ممكن انا ما على باليش دوكا تاع اللي ان جون يقدر يديرها، فهمتيني؟ ما نقدرش لانه على بالي الجمهور راح يستصعب انه يشوفني في هذيك لا. اولادك عندهم حس فني شويه؟ عندهم الكبيره حس يسمعوا الاغاني خاصه الجزائريه، يحبوا كلش، خاصه دوك الجديد كي تعرفي كاع الجزائريين وحتى الجزائريين اللي مقيمين في فرنسا وكاع. الكبيره شويه هكذا تغني الانجليش، تغني الانجليزي، عندها صوت، لكن ما عندهمش ما عندهاش الجرأه انه تخرج تقول لي ماما كيفاش تعملي يعني. قول هذا هكذا اللي كي تحبي الحاجه ما كاينش ضد يعني لو تحبي لا لو كانوا حابوا والله لا طبعا لا مانيش ضد، قلت لك هي تقنين علاش نكون ضد؟ كيما انا صبت والدي عاونوني وكانوا وقفوا معايا وشجعوني والحمد لله الكل العائله كامل. كي تشوفي وليدك يعني يحب يدير هذه الحاجه هذه يديرها بصدق، انه ماشي باش تديه طريق واحده اخرى، ولانه اي مهنه فيها سلبيات وفيها ايجابيات. فانت مانيش ضد، لكن ما كانش كل واحد عنده مجاله. صح لا سبيسياليتي. فنانتنا فرحنا بك بزاف اليوم، نورتينا بحضورك، قصره حلوه صح ما تشبعش. في اليوم الوطني للفنان واش نقدروا نتمناو للفنان الجزائري اليوم؟ قلت لك اولا نتمنى خاصه يعني اللي من جيلي واللي راهو يمشي في السن، نتمنى لهم ان شاء الله الصحه ومزيد من الابداع، لانه اللي مازال لانه الفنان عمره ما ياخذ ما يخرج للتقاعد. الفنان نهار يقرر هو انه يخرج يعني يحس روحه نفسيا ولا خلاص انه تعب ولا، لكن نتمنى له الابداع، نتمنى له الصحة، ونتمنى لهم ان شاء الله تكون الوضعية تاعهم قلت لك من احسن ان شاء الله كما قال وين يمشي. واكيد انه نتمنى للجمهور انه يعطي قيمه للفنان هذا، خاطر ما يشوفوا برا، لانه احنا عايشين في وسط جمهورنا وكاع رفقا بالفنان، لانه حساس بزاف. واني نشوف لانه التواصل الاجتماعي كاين واحد كما قال التجاوزات اللي نشوفها في الانتقادات والاشياء الجارحه هذيك. الفنان صدقوني انا شوف يكون كومنتير بالرغم انه الا اذا كان في مجاله يعني في مجال ماهوش في، لكن كاين يعني نقد في الشخص نظن في التنمر ولا نظن انه هذه اللي لازم ان شاء الله الفنان لازم ياخذ كما يقولوا او بوتي سوان يتهلاو فيه، وهذه هي ان شاء الله يا رب. هذه هي ان شاء الله يا رب. ايضا ما نتمناه لكل الفنانين كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. نورتينا ناديه، ان شاء الله نشوفك في محطات اخرى ان شاء الله يا رب، ونستمتعوا دائما بفنك الجميل ان شاء الله. شكرا لكم على الاستضافه هذه، منورين. وهذه هي ان شاء الله نتلاقاو في دائما في المناسبات الساره هذه والسعيده. وهذه شكرا كل القائمين على حصة الصباحيات، وان شاء الله الى الملتقى. والجمهور العزيز وكل جمهور اللي راه يتابعنا في
خاصة في التواصل الاجتماعي في التلفزيون، لأنه أنا بنت التلفزيون. نقول لهم شكرا على الوفاء تاعهم واللي قعدتوا معي حتى يعني لهذه السنوات الأخيرة معايا، ونتمنى لكم انتم ثاني النجاح ونبقى ما نخيبش ظنهم. هذا ان شاء الله اكيد. ان شاء الله يا رب. وكما نعاودوا نقولوا كل عام وانتم